السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. حضراتكم النهاردة برد على فيديو جميل جدا لأستاذنا وائل الصديقي حفظه الله. كان بيرد على أسئلة بخصوص أمريكا، وأسئلة بخصوص الفيديو اللي بيقول أمريكا واللي منها أو اللي فيها. كان الفيديو جميل، ولكنه للأسف الشديد قال لنا إن المستشفيات في أمريكا بيبقى فيها حالات معينة، أو ناس أخصائيين اجتماعيين بيدرسوا الحالات اللي هي بتاعت الناس اللي ما قدروش يدفعوا فاتورة المستشفى، ففي ناس بتتبرع لهم والموضوع بينتهي. هذا الكلام يا اخوانا انا من جانبي ما سمعتش بيه، ان اللي ما بيقدرش يدفع في اللي بيدفع له. الكلام ده ما عداش عليا خالص ولا سمعت بيه، ولكن اللي يكذبوا ان في عشرات الالاف بل مئات الالاف من الامريكان كل سنة بيشهروا افلاسهم بسبب فاتورة المستشفى اللي بتجيلهم. فهو نفسه أستاذنا وائل الصديقي بعد ثواني نفى المعلومة دي بأنه قال إنك بعد لما بتروح المستشفى بيجيلك فاتورة بتبقى دين عليك ودين كبير. أيوة، العبارة دي هي اللي صحيحة، لكن العبارة اللي اتقالت قبلها بثواني هي اللي غلط. العبارة الغلط هي إن لما يقول إن اللي ما يقدرش يدفع في اللي من أموال التبرعات اللي بيدفع له. أنا عموما وإن كنت ما سمعتش بالموضوع ده، بس بقول إن يستحيل يكون بيدفع للناس دي، ومئات الآلاف من الناس في أمريكا تشهر إفلاسها كل سنة. أنا بتكلم عن مئات الآلاف حرفيا. شوفوا السنة اللي فاتت كم واحد أشهر إفلاسه، حوالي 300 ألف واحد أو أكتر أشهروا إفلاسهم في أمريكا بسبب فواتير المستشفيات. فلو لقوا ناس يتبرعوا لهم، طب هم ليه أشهروا إفلاسهم؟ يعني معايا حضراتكم، يعني مسألة كومون سنس، يعني مسألة منطق، يعني معايا حضراتكم. كذلك بيقول إن مفيش مشكلة في أمريكا غير الرعاية الطبية والتأمين الصحي، وهذه خرافة من العيار الثقيل يا اخوانا. انا طبعا مش عايز اعيد الكلام اللي انا قلته في الفيديوهات السابقة. في الفيديوهات السابقة انا تعرضت لمشاكل امريكا وبتفاصيل كثيرة، فانا مش هقعد اعيد نفس الكلام بخصوص المتشردين ذوي الروائح المنتنة والذين الذين لا تخلو منهم عربة قطار في امريكا. مش هتكلم عن الجريمة العالية، ولا هتكلم عن المذابح الجماعية، ولا هتكلم عن انحطاط التعليم في بعض المدارس، ولا هتكلم عن استغلال بعض الشركات للناس اللي شغالين عندهم، وان هم ما يدفع لهمش الاجر اللي وعدوهم بيه. انا مش عايز اعيد التفاصيل في الموضوع ده، ولا عن الضرائب العالية. انا النهاردة هتكلم عن مشكلة، المشكلة دي واجهتني وانا بعزل. انت لما بتيجي تدور على سكن في امريكا ليه هتواجه صعوبة؟ لان يا اخوانا مفيش صاحب بيت في امريكا الا وعدى عليه ناس بلطجية يقعدوا عنده بالشهور ما يدفعولوش الايجار بحجة ان معهمش او معهم بس مش عايزين يدفعوا ايا كان. فطبعا بياخدهم المحاكم، والمحكمة طبعا يعني ما بتديش اوردر بالطرد في التو والحال. الموضوع بياخد شهور في المحاكم. خلال الشهور دي بيكون الشخص ده قاعد مبلطج، ما بيدفعش ايجار، قاعد ببلاش. ولهذا السبب اصحاب البيوت في امريكا اصبحوا بيصعبوا الشروط بتاعت ان هم يسكنوا الناس. ده واقع انا نفسي مريت بيه. يقول لك كريدت سكور، يقول لك انا اتفشخت قبل كده، معلش لازم اعمل الشروط الصعبة دي. يشوف
يقول لك عايز الكريدت سكور. وريني في البنك ستيتمنت انك انت كنت بتسحب المبلغ المعين بتاع الإيجار ده كل شهر في خلال السنة اللي فاتت دي، عشان أشوف إن أنت كنت بتسحب المبلغ قبل أول الشهر عشان تدفعه لصاحب البيت. ده دليل لأن دلوقتي حتى يشوفوا الشيك بتاعك ما عادش كفاية. انت ممكن يقول لك يكون عندك مال قارون ومش عايز تدفع وعايز تهضم لي حقي، فيقول لك ايه، وريني انك انت كنت بتسحب الفلوس من مكنة البنك كل شهر عشان تدفع الفلوس دي لصاحب الايجار. مش انت قلت انك كنت بتدفع له في الميعاد وبتدفع له فلوس قد كذا؟ وريني انك كنت بتسحب الفلوس دي معايا. وريني الكريدت سكور بتاعك، انت كنت راجل بتدفع فواتير بطاقة الائتمان الكريدت كارد في ميعادها ولا لا؟ وريني وحاجات كتير واشتراطات بتزداد صعوبة يوم عن يوم بسبب انمحاق البركة وبسبب المظالم. مش عدل مع صاحب البيت ان هو ما ياخدش الايجار بتاعه في ميعاده، خاصة ان هو نفسه البيت ده مش بتاعه. الراجل ده زي حارس امن على البيت، واخد قرض من البنك بيسدد فيه بقية عمره، فالبنك هو المالك الحقيقي للبيت. ولو الراجل ده صاحب البيت ده فشل في السداد، البنك هياخد منه البيت ويضيع عليه كل الفلوس اللي دفعها في السنين اللي فاتت. فحتى البيت ده مش بتاع صاحب البيت، فانت لما ما تدفعلوش الايجار وهو يفضل ملزم يسدد اقساط للبنك بفوائدها الربوية، انت بتخرب بيت الراجل. وهذه المنظومة طبعا منظومة ظالمة، لان كده الراجل صاحب البيت اتزنق وما بقاش قدامه غير ان هو يدفع في الشهور اللي بيحاول يطرد فيها الساكن السيء. فيا اخوانا، مشاكل أمريكا مش بس في التأمين الصحي ولا في الرعاية الطبية فقط لا غير، زي ما ادعى أخونا وائل الصديقي حفظه الله. المشاكل كتيرة ومعقدة وأكتر من إنها تكون قاصرة على الرعاية الطبية. وبالمناسبة الدواء $1.50 ده، أنا عندي تأمين طبي بس ما عمريش دفعت في الدواء $1.50. أنا مش عارف الرقم ده جه منين. أيا كان، عموما أرجو الرسالة تكون وضحت، وأشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.